أهلا بيكم. النهاردة هنغوص شوية في أفكار كتاب ممكن تكون غريبة لبعض الناس لكنها مهمة. كتاب الفلوس السعيدة أو هابي ماني للمؤلف الياباني كين هوندا. معانا خلاصة لأفكاره من كذا مصدر. أهلا بيك. والكتاب ده فعلا بياخدنا لمنطقة تانية خالص، غير فكرة إزاي نزود دخلنا وبس. بيركز أكتر على فهم علاقتنا إحنا بالفلوس، يعني الجانب النفسي والعاطفي. بالظبط. وإزاي ممكن تغيير طريقة تفكيرنا دي يكون هو نفسه مفتاح لحياة مالية ونفسية أحسن، يعني بغض النظر الواحد معاه كام. في تحليلنا ده هنستكشف مع بعض فلسفة كين هوندا، الفلسفة اللي ممكن جدا تغير علاقتنا بالفلوس تماما. هنعرف ازاي نحول الفلوس من مصدر للقلق لأداة ممكن تجلب لنا السلام النفسي والوفرة في حياتنا. طيب خلونا نبدأ بسؤال مباشر ومهم قوي. لما كلمة فلوس بتيجي في بالنا، ايه أول إحساس بيجي معاها؟ قلق، يمكن حماس، ولا يمكن خوف؟ الإجابة على السؤال ده هي مفتاح كل حاجة هنتكلم فيها النهاردة. ودي بقى الفكرة المحورية في كتاب كين هوندا. هو مش بيقسم الفلوس بقيمتها، لأ، بيقسمها بالطاقة والمشاعر اللي وراه. في حاجة اسمها المال الحزين، وده ببساطة أي فلوس مرتبطة بإحساس سلبي زي الإحباط أو الغضب، يعني مثلا مرتب من شغل مش بنحبه أو فاتورة بندفعها وإحنا متضايقين. أما المال السعيد فده اللي بيتحرك بمشاعر حلوة زي الحب والامتنان، زي لما نشتري هدية لحد بنحبه أو نستقبل فلوس من شغل بنستمتع بيه فعلا. ودلوقتي خلونا نتكلم عن المشكلة اللي بتقابل أغلبنا، مشكلة المال الحزين. الحقيقة اللي ممكن تصادمنا إن معظمنا بغض النظر عن حسابنا في البنك في كام عايشين في علاقة صعبة ومش سعيدة مع الفلوس. الإحساس ده، إحساس القلق والضغط المادي، مشترك بينا كلنا تقريبا، سواء الشخص كان غني جدا أو يدوب بيحاول يغطي مصاريفه. طيب يا ترى إيه السبب القلق ده كله؟ خلونا نحاول نشخص الأسباب الجذرية لتعاستنا المالية دي زي ما الكتاب بيقول. السبب الرئيسي حسب هوندا هو اللي بنسميه عقلية الندرة، ودي ببساطة هي الإيمان الداخلي العميق بإن كل حاجة في الدنيا دي محدودة كأنها تورتة. لو حد خد قطعة كبيرة يبقى أكيد القطعة بتاعتي هتبقى أصغر. العقلية دي هي اللي بتولد جوانا مشاعر الغيرة والطمع والخوف المستمر من المستقبل. وهنا كين هوندا بيوضح نقطة في منتهى الأهمية، إن النجاح الحقيقي في لعبة الفلوس مش معناه إننا نجمع فلوس أكتر وبس، لأ، النجاح الحقيقي هو إحساسنا وإحنا بنتعامل مع الفلوس كل يوم. الهدف مش بس تجميع ثروة، الهدف هو الوصول لحالة من السلام والرضا مع وضعنا المالي مهما كان. كتير قوي من قلقنا المالي دلوقتي لو دورنا على جذوره هنلاقيها في جروح مالية قديمة اتكونت في طفولتنا، تجاربنا مع أهلنا، الكلام اللي كنا بنسمعه عن الفلوس زي القرش الأبيض ينفع في اليوم الأسود، أو يمكن إحساسنا بالحرمان وإحنا صغيرين. كل ده بيخلق جوانا قواعد لا واعية بنمشي عليها في حياتنا المالية من غير ما نكون فاهمين هي أصلاً جت منين. تمام، دلوقتي بقى نيجي للتحول الكبير في طريقة التفكير اللي الكتاب بيقترحها. الفكرة إن الفلوس مش مجرد رقم، الفلوس طاقة. الفكرة هنا إننا نبطل نشوف الفلوس كأوراق في المحفظة أو أرقام في حساب البنك، ونبدأ نشوفها كتيار من الطاقة بيتحرك بين الناس. تخيلوها كده، لما بندفع فلوس لحد وإحنا حاسين بالامتنان الطاقة دي بتوصل له، ولما بنقبض مرتب وإحنا حاسين بالظلم الطاقة دي برضه بتوصل لنا. يعني المشاعر اللي ورا كل تعامل مالي هي اللي بتشحن الفلوس دي بطاقة معينة. والأهم من كده إن تدفق الطاقة ده دائري، يعني الطاقة اللي بنخرجها مع فلوسنا هي بالظبط الطاقة اللي بترجع لنا تاني. لما نتعامل مع الفلوس بامتنان وسعادة كأننا بنفتح الباب لطاقة شبهها تدخل حياتنا. مهم قوي نوضح إن الفلوس في حد ذاتها محايدة، يعني هي مش بتميز بين شخص كويس وشخص وحش، هي ببساطة بتنجذب لطاقة الشخص نفسه. عقليتنا هي اللي بتشتغل زي المغناطيس، يا إما بتجذب الفلوس يا إما بتبعدها. ودلوقتي خلونا ننتقل للجزء العملي ونشوف إيه هي الأدوات والخطوات الأولى اللي نقدر ناخدها علشان نبدأ نخلق واقع مالي جديد وسعيد. أول وأبسط أداة نقدر كلنا نبدأ بيها من النهاردة هي تقنية اسمها أريجاتو. أريجاتو بالياباني معناها شكراً. التقنية دي بكل بساطة هي إننا نمارس الامتنان في كل مرة الفلوس بتدخل حياتنا أو بتخرج منها. والموضوع أبسط مما نتخيل، مجرد خطوتين نقدر نمارسهم كل يوم. أولاً، لما الفلوس تدخل جيبنا نقول أريجاتو أو شكراً. تانياً، ودي بقى الأهم، لما الفلوس تخرج مننا وإحنا بندفع فاتورة أو بنشتري حاجة نقول برضو أريجاتو، شكراً على الخدمة أو الحاجة اللي خدناها في المقابل. طيب، إيه نتيجة الممارسة البسيطة دي؟ النتيجة إننا بنحول علاقتنا بالفلوس. بدل ما نحس بالخوف لما الفلوس تخرج مننا بنبدأ نحس بالامتنان،
وبكده بنخلق تدفق من طاقة إيجابية سعيدة بتجذب بشكل طبيعي المزيد من الوفرة لحياتنا. إحنا حرفياً بنغير طاقتنا من الندرة للامتنان. الأداة التانية للتغيير هي الوعي بالذات، وده بيجي عن طريق فهمنا لشخصيتنا المالية. الكتاب بيوصف كام شخصية مالية عشان يساعدنا نفهم أنماطنا اللاواعية. اسمعوا كده وشوفوا أقرب حاجة ليكم إيه. في مثلا المدخر القهري، وده اللي دايما خايف يصرف فلوسه لأنه مرعوب إنها تخلص. وعكسه تماما المنفق القهري اللي بيستخدم الصرف عشان يحس بالسيطرة أو بقيمته. وفي القلق اللي دايما قلقان من الفلوس حتى لو معاه كتير. وفي الهيبي اللي بيتجنب أي تعامل مع الفلوس لأنه شايفها حاجة شريرة. مجرد بس إننا نعرف إحنا تبع أنهي نمط، دي في حد ذاتها أول خطوة ضخمة للتغيير. وفي النهاية خلونا نرسم صورة مع بعض. يا ترى شكل الحياة إيه لما تكون فلوسنا سعيدة؟ الحياة مع المال السعيد شكلها إيه؟ شكلها تحرر كامل من القلق والضغط المالي، إحساس عميق بالرضا وبإن اللي عندنا كفاية ومكفينا، ثقة في تدفق الفلوس إنها بتيجي وبتروح بشكل طبيعي، متعة في العطاء زي ما في متعة في الأخذ بالظبط، والأهم من كل ده إحساس بالأمان الحقيقي اللي مصدره مش رصيد البنك لكن علاقاتنا والثقة اللي بينا. والمقولة دي بتلخص الفكرة كلها براعة. الأمان الحقيقي مش في كام معانا في البنك، لكن في مين اللي حوالينا وبنثق فيهم. الحياة المالية السعيدة أساسها هو الثقة والامتنان والمجتمع اللي بننتمي ليه. وهنسيبكم مع السؤال الأخير ده عشان نفكر فيه كلنا. لو فلوسنا دي كانت شخص، يا ترى كانت هتبقى صديق لينا؟ هل العلاقة دي كانت هتبقى علاقة صحية مبنية على الثقة والاحترام المتبادل؟ لو الموضوع ده لمس حاجة جواكم وحابين تتعمقوا فيه أكتر، بننصحكم جدا بقراءة كتاب هابي ماني لكين هوندا. شكرا ليكم ونتمنى لكم جميعا رحلة مالية سعيدة.